من أظرف ما قرأت وأرقى ما قرأت. تقول امرأة وهي تحدث عن زوجها، تقول: بعد 18 عاما من الزواج وإعداد الطعام، صنعت أخيرا أسوأ طعام عشاء في حياتي بعد 18 سنة. تقول: كان الخضار ناضجا كثيرا، واللحم الذي وضع أمام زوجي كان محروقا، والسلطة بها كثير من الملح. جلس زوجي على الطعام وظل يأكل، لكنه لم ينطق ببنة شفة، لم يتحدث، لم يتكلم. تقول: كنت أنتظر منه كلمة لكنني سكت. وبعد أن انتهى الموقف قمت وأنا على حياء أغسل الأطباق وأقف في المطبخ حتى أنهي ما علي من خدمة، فإذا بي أفاجأ بأن زوجي يقف من ورائي ثم يضمني بين يديه ويضع قبلة على جبيني. قالت: فالتفت وأنا متعجبة وقلت له: لما هذه القبلة؟ نظر الرجل بذكائه وبقوة فطنته وقال لها: لأنك صنعت لي طعاما كما تصنعه العروس في بداية زفافها، فأردت أن أعاملك معاملة العروس. يعني هذا الطعام الذي صنعته تصنعه العروس في أول ليلة، فأردت أن أعاملك معاملة العروس في أول ليلتها. لذلك علقت صاحبة المقال وقالت: إن التغافل فن لا يفهمه ولا يأتي به إلا محترف السعادة، حريف سعادة، يريد أن يعيش لا ينغص حياته. لكنني مع هذا أقرأ موقفا يدل على أن الناس تظن أن الدهاء أن تقف على الواحدة. أغرب قضية طلاق تنشرها الجرائد. تقول المرأة: طلقني زوجي لأنني في رمضان قمت وعادتي في كل يوم أن أغسل أسناني، فقمت وأنا صائمة أخذت معجون الأسنان وأخذت أنظف أسناني. استيقظ الزوج فرأى المرأة وهي صائمة تغسل أسنانها بمعجون الأسنان، فظن منه وبعدم علمه وبعدم خبرته أنها أفطرت. قال لها: ما الذي تصنعين؟ قالت: أغسل أسناني. قال: أنت صائمة؟ قالت: وما يضر؟ إنه لا يضر. قال: لا، بل أنت أفطرت. قالت: لا، لم أفطر، في بيت أهلي منذ صغري وأنا أفعل هذا وأتم صيامي. قال: بل أنت مفطرة. تصنع الأخ أنه فقيه وأفتى. لما اشتدت الزوجة أمامه قالت: أنا لست مفطرة وقد سألت. قال: أنت لا تفهمين. احتدم الأمر فألقى بكلمة كالصاروخ مدوية وقال: أنت طالق. ما الذي يضر هذا أن يسأل؟ ما الذي يضره أن لو أفطرت الزوجة يوما ثم قضى ما عليها من هذا اليوم إن كانت جاهلة؟ لكن عادة بعض الناس أنها تلبس لبعضها، لا أقول النظارة السوداء، بل إذا كان هناك ما هو أدق تلبسه. ولذلك هؤلاء لا تستقيم لهم حياة. وعادة النساء: إذا أردت أن يدوم ودك مع زوجتك وأن تبقى حياتك مستقرة لابد أن تتعلم هذا الفن. المرأة بطبيعتها وبطبيعة اعوجاجها التي فطرت عليها، إن وقفت معها مع كل شاردة وواردة تنفر منك. كان المغيرة بن شعبة وهو صحابي وكان شيخا كبيرا تاجرا ثريا، أراد أن يخطب امرأة، فلما تقدم لخطبتها صادف أن تقدم لها في ذلك الوقت شاب فتى جميل كل النساء يملن إليه. لما علمت المرأة خيرت بين المغيرة بن شعبة الرجل التاجر الثري المشهور بكرمه وبين هذا الفتى. ما الذي تصنع؟ بدهاء منها